الجماهير كلها كانت تطالب باسمك في المباراة الأولى التي كنت فيها معاقب. اليوم عدت في ظروف ربما صعبة، لاعب في توقيت الساعة 2 ظهرا. أولا لنا العودة أولا إلى الأجواء الإفريقية وعن نتيجة اليوم تعادل. السلام عليكم. الحمد لله على كل حال. النتيجة كانت معليش، مازال الماتش ان شاء الله ريكتيفيو، ومازال الماتش نحضروا له مليح ان شاء الله لا فيكتوار متكالفه ان شاء الله. كيف وجدتم اليوم المنتخب البوركينابي اللي كان على الأقل في النفس الأخيرة متقدم على المنتخب احنا كنا عارفين بلي مقابله صعيبه، حضرنا لها كما كان الحال، والحمد لله على كل شيء. وان شاء الله نتمناو نتكالفوا ان شاء الله، ونوعدوا الجمهور تاعنا بلي نفرحوهم في المباراه القادمه ان شاء الله. المباراة المقبلة ستكون مباراة من أجل التأكيد، خصوصا الفوز للتأهل للدور المقبل. كيف ترى مواجهة المنتخب الموريتاني الذي سيكون معني بعد قليل مع منتخب مواجهة معه؟ احنا نوجدوا المباراة هذه وان شاء الله نربحوا باش نفرحوا الشعب الجزائري ان شاء الله. ضغط رهيب جدا، حرارة. أولا صف لنا كيف عايشتم هذه المباراة؟ اكيد اول شيء الحمد لله ربي ما خيبناش، كنا حابين نفوزوا هذا شيء اكيد. اخطاء دائما تحت اخر دقيقه في الشوط الاول قابلنا هدف، لكن قعدنا مركزين، تعادلنا. عاود خطا ثاني ضربه جزاء، الحمد لله بس قعدنا مركزين، جبنا الجول الثاني. كنا حابين نفوزوا. الجو اليوم كان صعب جدا، مش سهل تلعب في جو كيما هكا، كانت حراره بزاف طالعه. تعبنا والتعب تاعنا ما جاش بالساهل. ما زلنا مباراه، عندنا كما نقولوا فرصه ان شاء الله، اخر مباراه نعطوا فيها كل شيء ونحاول نفوز بها ان شاء الله ونتاهل ان شاء الله. عشتوا ضغط قبل المباراة، يعني بعد التعادل الأول كان ضغط رهيب جدا. كيف كان خطاب المدرب اليوم من أجل الحضور على الأقل النفسي رغم أن التوقيت كان صعب كما قلت؟ اكيد التوقيت كان صعب. احنا دخلنا باش نفوز المباراه. الشوط الاول قدمنا مباراه كبيره، جاتنا فرصتين ضيعنا، نفس التركيز في اخر دقيقه في الشوط قبلنا هدف، لكن المدرب حكى معنا قالنا الفرصه تاعنا اليوم نفوز ما نخسروش. تعادلنا وخلوا فرصه ان شاء الله.